هاد القضية ديال التسوية الطوعية للضريبة راه خاص يكون فيها توضيحات كبيرة من الحكومة، لأنه الناس خايفين. الإشكال هو أنه هاد الشيء كانوا فتحوه عام من 2024 كامل، وقلتو دابا حتى هاد الشهر ديسمبر، الآخر ديال ديسمبر، وكاين الضغط. عوض أنه الناس تفاجئوا، ما كانوش عارفين، يعني في غياب التواصل ديال هاد الحكومة والمسؤولين ديالها. كانوا يقولوا ها الناس اللي معنيين، ها اللي ما معنيش، ها اللي معني، ها المبالغ اللي معنيه، ها العقارات اللي معنيه. ماشي الناس بدا مثلا فين دابا اللي عنده مليون ولا 15,000 درهم ولا 3000 درهم خايف ياك ودي لاباس. اولا كاين بعدا الموظفين واللي كاع الناس اللي كيخلصوا ليهم الضريبه من منبع، هادو ما عندهم والو، ما معنيينش. كتخلص من عند الدوله ولا عند القطاع الخاص وكيقطعوا لك الضريبه. راه داكشي اللي كيدخل لك الكونت ديالك ما عليه حتى شي متابعه. كتدخر من الخدمه ديالك، من الصالير ديالك اللي كيقطعوا منه الضريبه. ما تخاف والو. اللي معنيين حاليا دابا باش غير، لان خصني نقول الموضوع الحقيقي. المواطنين البسطاء ما معنيينش. اللي معني هما الناس اللي كيديروا التهريب الضريبي. راه كاينين كبار، رجال كبار. كاين حنا رئيس البرلمان، مجلس النواب، راه متهم بالتهرب الضريبي. راه الملايين، المئات الملايين والملايير اللي تحرمت الخزينه اللي حرم منها الخزينه. هذه تقارير صحفيه. وكاين مسؤولين كبار واصحاب الشركات الكبيره واصحاب الصيد في اعالي البحار. راه غير ماي 2024 لقاو في الناظور في الشمال تقريبا شي 70 من مقاولين ورجال الاعمال والمنتخبون يتابعون وكيل الملك بالتهرب الضريبي. هادو كبار. كذلك بالنسبه للمديريه العامه للضرائب، دارت واحد اللائحه سوداء فيها بزاف ديال الشركات اللي عندهم تخصص في بيع الفواتير السوريه المزوره باش انه يستعملوها في التهرب الضريبي. ها فين كيمشيو الفلوس. 2022 كاين واحد 225,906 ديال الشركات داروا غير نشطه، وهما نائمه، يعني شركات نائمه. علاش داروها صحاب هذه القضيه؟ باش انهم يتهربوا من الضرائب. كاين المعاشات ديال الوزراء والبرلمانيين اللي معفيين من الضريبه، في الوقت اللي المتقاعدين مساكن من القطاع العام، الموظفين والقطاع الخاص، كيغوتوا شحال هذه باش يلا بداو كينقصوا لهم شويه بشويه. هذه راه كانت في 2019 طالبوا الناس بانه كما تم اعفاء معاشات الوزراء واعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبه، خاص اعفاء المتقاعدين كلهم من الضريبه. ودابا خاصهم يرجعوا لهم داك الشيء اللي كاين قبل سنوات وسنوات. وكذلك التهرب الضريبي راه هذه في واحد القطاع اللي هو في ريعي في المغرب. دوك الرخص ديال اعالي البحار، الصيد في اعالي البحار، راه كاينين ناس مسؤولين كبار عندهم رخص ديال الصيد في اعالي البحار، وكيصدروا الخيرات ديال البلاد الاوروبا وروسيا والامريكا، وكيدخلوا منها ملايير وملايير وكيتهربوا في الضريبه. هذا الشيء راه كان موضوع ديال مجموعه من الاسئله على وزير الفلاحه انذاك واخنوش، وزير الفلاحه والصيد البحري 2018 في البرلمان. كان فيه سؤال على الناس اللي كيتهربوا، اللي حرموا الدوله من عده ملايير من هذا الشيء ديال الضرائب، وتحماو. لانه اخنوش كان وزير الصيد البحري، وحتى هو راه كان متهم بانه عنده حتى هو عنده باخرات ديال الصيد البحري وكذا وكذا. يعني الناس اللي معنيين بهذا الشيء هما الكبار. خاص الى غيمشيو راه هما عارفين عندهم داروا شي 4000 ولا 40,000، انا مازال ما متاكد. 4000 ولا 40,000 الناس اللي كيمارسوا اعمال وكيدخلوا الفلوس بطريقه اللي هي شرعيه وغير مشروعه، وكيديروا تجاره كبيره وعقار وكذا، وكيتهربوا من الضرائب. عندهم ملايير كيكدسوا الاموال وكيهربوها لبرا. المهربين ديال الاموال لبرا هادو اللي خاص انه يمشي لهم هذا الشيء. ماشي الصغار، المواطنين الصغار اللي بنادم ما كيدخر شويه د الفلوس كيجمعهم هذه سنوات باش يشري شي بقعه الارض ولا يشري شي دويره ولا كيخزنوا لي دوير الزمان باش تقول لهم دابا انتم صرحوا. راه خاص اللي غيصرح هذوك الكبار اللي كيديروا التجاره معروفين، اللي كيديروا العقار، اللي كيديروا الصيد في اعالي البحار، الفلاحين الكبار اللي كيستافدوا من الاعفاءات الضريبيه، اللي كيمشيو للصحراء وكيديروا شركات وكيستافدوا من الاعفاءات الضريبيه وكيتهربوا من الضرائب. هادو اللي خاصهم. راه
2020 غير 2020 وزارة المالية قالت بأنه في 2020 الخزينة العامة ضاعت منها 45 مليار درهم في هذا الشيء ديال التهرب الضريبي. وبالتالي خاص أولا الآن راه حلوا نهار السبت والحد والاثنين والثلاث. اللي معني بهذا الشيء كيدير عنده دخل، كيدير تجارة معينة وعنده عقارات ومسرح بهم، عنده اموال جاتو من انشطه مهنيه ما مسرح بها، خصو يمشي يصرح باش يستفد من هذا التخفيض، باش انه يعطي 5%، او انه الى تسنى حتى تفوت هذه الحمله في يناير ولا في فبراير غادي تجي ديك المراجعات الضريبيه غادي تكون 30% 37%. وحنا ما بغيناش الضرر الناس البسطاء اللي خايفين ومرعوبين، اللي ما عنده تجاره وما كيمارس بيع العقار والسمسره في البيع والشراء في العقار وتجاره معروفه ومهن ما صرح بها وكيكري الديور وما صرح بهم، هذا خصو يمشي يوجد يقد الوضعيه ديالو. السلام عليكم.